بصوا بقى، الفيديو ده متعوب عليه قوي. اتمنى ان انتي تشاهدي لي النهايه وتسيبي لي كومنت جميل كده منك، وتقولي لي رايك فيه ايه. وجايبه لكم سر كفته الحاتي الطريقه الصح وبدون اي غلطات، وهقول لك في نص الفيديو ليه هي بتفك معاكي وطريقه حلها والتتبيله المظبوطه بتاعتها. هنبتدي دلوقتي بتتبيله الفراخ. معايا هنا كوباية من عصير البصل، وعلبة زبادي او شرش بصل. ده اختياري، لو مش حابة تحطيه خلاص، لو ما عندكيش مفيش اي مشكلة. بس انا عندي اصلا، تعرفين انا بعمل جبنة قريش، فهو عندي متوفر. ومعايا برضو عصير من كوباية الطماطم. وهبتدي احط التوابل بتاعتي. معايا نص معلقه من الكاري، معلقه من توابل المشويات من عند العطار، نص معلقه من القرفه، 11 بهار، معلقه ملح وفلفل. وتقلبي التوابل بتاعتك الجميله ديت. تبداي بقى تضيفي عليها الفراخ. انا كان معايا وراك. كنت عامله عزومه كده، مش عزومه يا جماعه، هو اكله حلوه كده للعيله. هنبتدي بقى كده زي ما انتم شايفين. الوراك بتاعتي نضفتها كويس، وبفتح عند الورك كده، بفتح عند العظمة عشان ما تاخدش معايا وقت في السوا، وما تبقاش نية من جوه عشان الوراك كبيرة. تمام. وما يبقاش فيها دم. تمام. هقلبهم كده. انا بفضل اتبلها قبلها بيوم او يومين. هبتدي بقى اشيلها في كيس بالتتبيلة بتاعتها عشان اقدر اقفل عليها كويس، والتتبيلة بتاعتها تخش في كل حتة فيها، واسيبها في التلاجة. تمام زي ما انتم شايفين كده. وانا كان عندي جوانح ما ضافتش، خطيره في الجوانح ودبابيس الجوانح خطيره، متاخدش سوا خالص. وحطيت عصير ليمونه. ما هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. تعالوا بينا بقى للكينج بتاعنا، كفتة الحاتي بطريقة سهلة. هقولك على شوية معلومات، تابعيني للآخر الفيديو. هنا انا ببتدي اجيب كيلو لحمة عليه 200 جرام دوش يا جماعة، بلاش ليا، بلاش الحاجات التانية، لان ليا بتخلي الكفتة تفك معاكي على السيخ. الدوش انا ده مستخدمة لحمة مفرومة، مش لحمة من عند الجزار بأمانة. وبجيب عليها دوش وبفرمه عند الجزار، وبجيبه احطه في الفريزر. وقت ما بحب بطلع كل 200 جرام بروح جنب كل كيلو بحط عليه 200 جرام. بفرمه مش في الكبة يا جماعة، الكفتة ما تتفرمش معايا في الكبة، اللحمة ما تتفرمش في الكبة. اعجنيها بايدك، يا اما لو عندك مفرمة حطيها في المفرمة. بلاش الكبة بتبوظ معاكوا الكفتة وبتخليها مش كويسة، وبتخليها تفك على السيخ. والله يا جماعة انا جربت حاجات كتير جدا لحد ما وصلت للنتيجة دي. المهم، بحط عليها ايه بقى؟ بحط عليها بصلاية مبشورة ومتصفي منها المية، وقرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر. انا حاطاه سبايسي عشان تبقى الدين كده ايه اللي هي سنة حامية شوية. حابة تحطيه مش حامي مفيش اي مشكلة. وببتدي احط عليه الملح والفلفل بتاعي وسنة بسيطة من 11 بهور و جوزة الطيب بتنقلها في حتة تانية، بس لو مش حابة تحطي خلاص. نص معلقة صغيرة من 11 بهار. ما تكتريش البهارات في الكفتة، لان ما تخليهاش تغير طعمها. بصوا انا عجنتها كويس لحد لما مسكت معايا، بقت ماسكه معايا. شايفين انا بشيلها كلها حته واحده ازاي، وفي نفس الوقت باين التتبيله فيها. بسيبها يوم ليله كامله، احطها في التلاجة واجي اشويها بعدها او يومين زي ما انتم شايفين كده. ده تاني يوم هبتدي بقى كده. ولعت الفحم بتاعي وهجيب الشبكة. هشوي الاول الفراخ عشان انا عايزة النار تبقى هادية على الكفتة، عشان ما تتلسوحش مني وتتحرق وتبقى اللحمة نية من جوه. ومعلومة كمان، الكفتة ما تطلعش من التلاجة طول ما انتي شغالة على الصياغ بتاعتك. تاخدي يعني كفايتك منها، يعني عندك 4 صياغ بتشتغلي بيهم، صبعيهم واشتغلي بيهم ورجعي الكفتة تاني التلاجة. يا اما لو عندك كافي بتصبعيه كله وتدخليه التلاجة في الرف بتاعك عادي،
ولما تيجي تطلعي تحطي على السيخ على طول. يعني الكفتة ما ينفعش ان هي تطلع بره، لان طول ما هي محطوطة في التلاجة هتفضل ماسكة نفسها، تيجي تحطيها على النار هتفضل ماسكة نفسها. وبعيد تاني، الكفتة ما بتتحطش في الكبة، يا اما المفرمة يا اما تعجنيها بايديك. دلوقتي هنعمل معانا شوية طحينة مع بعض. معايا هنا نص كوباية طحينة، احط عليها عصير ليمونة، واحط عليها توم وكزبرة ناشفة وكمون والملح بتاعك، وابتدي اقلبها وازود ميه شويه بشويه. خدت معايا نص كوبايه ميه على حسب الطحينه بتاعتك الدنيا، على حسب ما انت حباها القوام بتاعها ايه. وبجهزها وبسيبها على جنب. يلا بينا نشوف مع بعض الفراخ. انا كنت طلعت المره الاولانيه يا جماعه، هي ما اتحرقتش. انت بتهيألي لو هي ما اتحرقتش كنت طلعت معاكم، او كنت طلعت مره تانية بس ما اتصورتش للاسف، ودي المره التانية. كده انا قربت اخلصها وهخش على الكفته. ابتدي كده زي ما انتم شايفين، هي ما اتحرقتش عشان ما حدش يفكر ان هي اتحرقت، لا بالعكس يا جماعه، ده هي طالعه جميله ومستويه ومش مدممه وجوسي جدا. زي ما هتشوفيها معايا. بصوا الكفته دي كفته الصح بامانه، لو جربتيها بطريقتي مش هتبطلي تعمليها. انا جربت طرق كتير قوي للكفته وكانت بتفك مني وتبوظ وكنت بزعل لحد ما وصلت للطريقه دي. زي ما انتم شايفين كده انا اصبحها واحطها على النار على طول. زي ما انتم شايفين كده معايا، صبحت وحطيت على النار. ما كنتش عارفه اصور كويس لان الجو كان حر في المطبخ وكده، وكنت خايفه على الكفته. فصبحت دوت ودخلتها التلاجة، وبعد كده ببتدي اقلب واحده واحده. زي ما انتم شايفين كده معايا يا جماعه، هي مش مدممه، دوت الورك اللي كان معايا في الفريزر، فبيبقى زي ما انتم شايفين كده بيبقى العظم بتاعه بس هو اللي لونه مغمق. دي الكفته طريقتها حلوه وعجبت كل اللي دقها. اتمنى تجربوها، متنسوش تقولوا لي رايكم ايه في الفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.